هو انت بتسمع العميل بجد لما بتيجي تبيع له، ولا بتعمل ان انت بتسمعه؟ تختلف كتير قوي. لو انت ما بتسمعش العميل باهتمام وانت بتبيع له، كمل الفيديو ده عشان هيفرق معاك في مبيعاتك 180 درجة. طيب، انك انت تسمع العميل دي من اهم الحاجات اللي ممكن تتخيل ان هي تكون موجودة في السيلز سكيلز او في مهارات البيع. على قد ما تسمع العميل، على قد ما هتفهم العميل، على قد ما هتفهم هو نوع النمط بتاعه ايه، على قد ما هتفهم هو نوع الشخصية بتاعته عاملة ازاي، فهتعرف ايه الاحتياجات بتاعته، فهيبدأ يتكلم اكتر ويقول لك هو عاوز ده عشان يعمل بيه ايه. فانت عرفت النيد اللي هيخليه يشتري، فانت بتبدأ ان انت تشتغل معاه على النيد بتاعه، فبتعرف المشاكل بتاعته وتحلها له، وبتبدأ ان انت توصل معاه الحل ده بيكون حل جذري. لو انت ما بتسمعش العميل باهتمام، فالعميل مش هيديلك كل المعلومات اللي انت تقدر تخليه يشتري او تضن معاه البيعة عن طريق الفهم اللي انت فهمته من ان انت سمعت بس العميل. في ناس كتيرة قوي في حياتنا بتبقى عايزة تتكلم. اسمعوا، على قد ما هتسمع على قد ما هتفهم. سمعت شهر فانت فاهم شهر، سمعت سنة فانت فاهم سنة. على قد ما هتسمع على قد ما هتكون شخص فاهم. اسمع كتير، اسمع باهتمام، اسمع علشان توصل للمشاعر الحقيقية بتاعت العميل، علشان تعرف تقفل معاه البيعة وتخليك ناجح وتخليك شاطر. لو الفيديو ده عجبك اعمل له مشاركة، وقول لنا في الكومنتات انت بتسمع العميل بجد ولا بتسمعه بتهز راسك كده وبس. عرفنا انت بتعمل ايه، وخد بالك انك تسمع العميل ده 80 او 90% من تحقيق البيعة، انك انت بس تسمع للعميل. وشكرا.